وهنتكلم عن حاجة أعتقد كلنا عدينا بيها، وهي السواقة. ده كلام كبير. بنشوف بقى الناس اللي سايقة ازاي على الطريق، بنشوف أحيانا بجد غرايب عجايب في السواقة، تلاقي نفسك ماشي ومش مصدق بجد إن في حد بيعمل كده. الناس اللي حوالينا دي بيعملوا كده ليه؟ حادثة. في سواقة عن سواقة تفرق، في واحد عنده أسلوب وطريقة خاصة بيه، كل واحد ليه تيست كده معين في السواقة. وأول حاجة أنا هعترف إن أنا تقريبا نص صحابي اللي بيركبوا معايا بيقولوا مش هنركب معاكي تاني. قبل ما تقرري فكري كويس، لأن أنا واخدة اتيتيود كده معين في السواقة، يعني مش هتكلم عن نفسي كتير. انت هابلة صح؟ لا أنا عاقلة جدا. خلينا نتكلم أول حاجة عن السواق الرايق اللي دايما ماشي كده على سرعة 60، مش فارق معاه مين يزمر له، مين يقلب له نور، مين معدي جنبه، هو ما بيوجعش دماغه بحاجة ومركز في اللي هو فيه وماشي بالراحة. وصراحة النوع ده على راسنا من فوق، لأن هو بيكون بيقلل من نسبة التوتر اللي بتحصل في السواقة عامة. ما توترنيش بدل ما هنموت كلنا. بس نطلب منهم يلتزموا بقواعد السواقه، ان احنا لو هتمشي ببطء شويه بتاخد الحاره اليمين. كملي يا حلو. وبعدين نيجي للنوع اللي بعده من السواقين او الناس اللي بتسوق عامه، وهو سواق المتهور. ده بيمشي طاير واخده كده الجلاله، وتلاقيه طالع من جنبك فجاه، تحس ان انت في سباق فورمولا 1 وعايز ياخد المركز الاول. انا عايز باكو تاني بدل مخاطرة. بس النوع ده من السواقه طبعا كلنا ما بنرجحوش ونقول عليه خطر جدا. ممكن يتعمل لو هو ده شغلانتك، لو انت فعلا داخل على سباق. مش قادر، هموت، مخمضة دي غلط عليا وعليكم. السواقه بتختلف من طرق عاديه لطرق سفر، كمان طرق السفر ليها آداب مختلفه وليها طريقه مختلفه في السواقه. يعني مهما كنت طريقه سواقتك هاديه او طريقه مجنونه شويه، بنيجي عند طريق السفر كده وناخد بالنا ونقول ان احنا لازم نركز اكتر. يا رب بس نعيش لحد ما رب العيال. بس دلوقتي اللي عاجبني فكره ان انا بقيت اشوف مدارس لتعليم السواقه، بس اللي بتعلم السواقه ست. دول بقى فوق النمبر 1 بنمبرين 3. مع ان دايما بيطلع كوميكس كتير ان سواقه الستات مش حلوه ومركبش مع ست وهي بتسوق. حقد والغل اللي جواكم هو اللي بينفخكم ضد اسيادكم.